اليوم غنشارك معاك طريقتي في شوي اللحم في الكوكوط كيجي طيب بحال الزبدة ومحمر، طريقة اللي ناجحة 100%، وطريقة اللي سهلة بزاف. هنا في طنجرة الضغط تنجي نديرو هكا الحيمات. انا درت اللحم بكري، اكيد نتوما في ان شاء الله في عيد كبير غديروا غير المي. كتحاولوا ديروا الطروفه شويه كبار. درت هنا الثومه محكوكه جوج دروس، شويه فلفله حمراء، شويه الكمون وشويه الملح، وغنزيدو هنا 3 المعالق كبار للزيت الزيتون. الا كان عندكم قزبر حبوب نطحو نضيفو معلقه صافي. نشرمت اللحم مزيان في ديك العطريه والزيت بدون ماء. غنسد الكوكوط، غنحطها في نار تكون مهيله بحال الشمعه. اكيد غنديرو الصفاره ونخليوه يطيب 45 دقيقه. هنا من بعد 45 دقيقه عريت عليه، شوفوا معايا الماء بنات لي فيه. واخا ما درناش الماء لقيت فيه الماء ولقيت لي الحيمات طايبين صافي. هنا غنرجعو يتشحر باش يتحمر ليا داك اللحم ويتحيد منه داك الماء. تقريبا سبيت عليه غير شي 10 دقائق صافي. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش جا محمر وطيب بحال الزبده، وحد الريحه اللي فيه رائعه بزاف. انا رقته ببوطيطوس او بطاطا في الفران. شوفوا معايا البنات اللحم كيفاش جا كي الزبده. صراحه طريقه ناجحه، غير تبعوا الخطوات كيجي رائع بزاف. صحه وراحه.